السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم يا حبايب قلبي في حلقة جديدة من حلقات مطبخ بيت العيلة مع دنيا. والنهاردة هنعمل مع بعض كبدة مشوية. هنا حطيت الطماطم والفلفل والثوم وهنزل بالبهارات بتاعتي. هنا معايا بهارات فراخ وكزبرة، 7 بهارات، فلفل اسمر، بابريكا، تمام، 7 بهارات. وهنزل بالملح، ماشي، معلقه ملح. هضرب كل الخليط بتاع ده، وطبعا الخل بتاعنا شوية خل صغيرين خالص. وهضرب الخليط بتاعي علشان اتبل الكبدة. طبعا انا عصرة على الكبدة بتاعتي ليمون لما مشبعاها يعني. انا بحب اجيب الكبدة حتى لو بلدي، بحب اغسلها، انا ما برتاحش لما تكون مغسولة. تمام، عصرة عليها هنا ليمون كتير. هنزل بالخليط بتاعي وهتبلها بيه بالشكل ده، وهحطها لمدة ساعة او ساعتين في التلاجة، وهبدأ ان انا اشويها. هنا بعد ما اتبلت نشويها مع بعض. عندك جريلا او طاسة تيفال، طبعا عشان انا عايزة اخلص واعمل الكمية كلها فاستخدمت الصينية. شوية زيت صغيرين خالص، ماشي، وابدأ ان انا انزل بالكبدة بتاعتي بالشكل ده. اللي اول مرة يشوف قناتي وداخل جديد يشترك ويفعل الجرس ويضغط على كل علشان يوصل له كل جديد. وطبعا الحلوين اللي متابعيني لايك، ما تنسونيش في اللايك، حط لايك بقى علشان خاطر الفيديو. تمام، لايك. وهنا هحط كمية الكبدة كلها بالشكل ده. جربوا الطريقة دي يا جماعة، مش هتندموا والله، بجد كانت تحفة. وسلام بقى ما تولعي بعد ما تخلص السوا بتاعتها، تولعي في حماية، حاجة كده وهم، حاجة واو. جربي مش هتندمي. بالشكل ده. جربوا الطريقة دي يا جماعة، وروحي للجزار وقولوا قطعها لي للشوي او للبانيه. بس انا ما بحبهاش اللي هي بالردة، انا ما بستثقلها بصراحة، بحبها كده الشكل ده كده. جربي مش هتندمي، بجد كانت تحفة 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 لأبعد الحدود. بس عايزاكي كده وانت يعني الليمون كده، تخلي الليمون فيها حلو كده، تعصري لها ليمون حلو كده، بتبقى جميلة بجد. شوفوا شكلها، ما شاء الله ما شاء الله. ده الشكل النهائي بتاعي. عملت معاها طحينة، شوفوا شكلها بجد تحفة، وريحتها كانت جميلة. كان عندي فحماية صغننة خالص ولعتها، تمام. وكان عندي بطاطس بوم فريت، حمرتها، تمام. وكان عندي طحينة وعملتها. حطوا اللايك بقى للفيديو هنا، بقول لكم حطوا اللايك. انا مش عايزه اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي، والفحمايه اللي كنت ولعتها فيها كانت حاجه كده يعني، حاجه وهم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللايك والشير، اهم حاجه يا جماعه اللايك. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، يا رب اكون افدتكم بحاجه، تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هحاول ابطل، تمام.